السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال يا رب ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض السينابون، احلى من سينابون الجاهز كمان. بيبقى عجينته هشة وطرية وسهل وسريع هتعمليه، واسهل وابسط المقادير، وحياة كلها بسيطة عندك خالص. تيجي نشوف هنعملها ازاي مع بعض. بس كده في بداية الفيديو ما ننساش نصلي على رسول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، ونسمي الله كده ونشوف ازاي هنعمل مع بعض السينابون الهش الطري زي ما شايفين معانا كده. بس هنعمل النهارده من غير صوص. تيجي نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه كده في البدايه عندنا معلقه سكر، تلاقوني كبركم المقادير تحت في الوصف بالظبط. دي اهم حاجه في الموضوع كله، ان انت تعملي الخميره كده وتشوفيها هتشتغل معاكي ولا لا. لان الخميره لو ما اشتغلتش معاكي اعتبري ان الوصفه كلها باظت. فاحنا هنعمل حاجه بسيطه دي تبقى اساسي معانا في اي معجنات، ان احنا نحط شويه ميه في كوبايه ميه دافيه عاديه، مش سخنه ومش ساقعه. وهنحط معاها معلقه سكر، ونحط كميه الخميره اللي احنا هنستخدمها. انا حطيت هنا معلقه كبيره وربع كده، حاجه بسيطه يعني. وهنقلبهم كويس كويس خالص كده، تسيبيهم كده تقريبا مش هتكمل 5 دقايق، 3 دقايق، وهتلقيها كده عملت وش زي وش نسكافيه. بصي كده هنغطيها. دي اهم خطوة. شايفين الوش عامل ازاي؟ بصي كده هقول اتكلم عليه. كده الخميرة معايا شغالة وناجحة ومظبوطة، وتشتغلي بيها وانت ايدك مليانة. تمام. دي ما تعمليش اي خميرة تحطيها في الدقيق وتشتغلي بيها على طول، لازم تعملي لها الخطوة دي عشان تتأكد ان الخميرة بتاعتك شغالة، وما تخسريش المكونات اللي انت اشتغلتي بيها. فبدل ما احنا نخسر كده ونشتغل صح من الأول. نزلت هنا بالمية اللي احنا عملناها والخميرة، أو الخميرة المبدئية الأولية يعني. بعد كده هنحط كوب لبن. ده كل المكونات كلها تكون في درجة حرارة الغرفة عشان تطلع معاكي تمام ومظبوطة بالظبط. ذرة ملح بسيطة كده، كيس فانيليا أو نقطتين فانيليا. أنا مش بحب أستخدم الأكياس بصراحة، بس يعني خلصانة عندي الفانيليا السايلة. بيضة كاملة. بيضة بتديها طراوة كده وهشاشة فظيعة. فهنضرب المكونات دي كلها مع بعض كويس كده بالمضرب، أو لو حابة تحطيهم في الخلاط. هنا عندي معلقة واحدة زبدة. يا جماعة، أهم حاجة الزبدة في الموضوع ده النهاردة، يعني في الوصفة دي أهم حاجة الزبدة. لو مفيش زبدة بلاش. فهي الأساسي الصراحة. أي معجنات تحطي لها زبدة اعرف إن هي تطلع معاكي مظبوطة وطعمها تحفة. هي أنا مكدبش عليكم، أنا اشتغلت كتير في المعجنات، والمعجنات دايما بعملها بالزيت، أحط لها زيت بتبقى حلوة. بس اللي هي بتعمليها بالزبدة كده، وتحطي لها زبدة وتخدميها بالزبدة، تبقى روعة. يعني لا يعلى عليها. حطيت هنا 3 كوبايتين ونص دقيق. هنا انت ما تحطيش دقيق كتير، حطي كوبايتين وزودي شويه شويه لحد لما تبقى معاكي العجينه زي ما هتشوفيها معنا كده. ده ليه؟ لان يا جماعه كل دقيق بيفرق من التاني، نسبه الجلوتين بتختلف، فممكن الدقيق كده يربط معاك بسرعه، فبلاش. فاحنا نحط دقيق قليل الاول، بعد كده نشتغل نعجن. تمام. اهم حاجه تعجنيها كويس، ما تعجنيش كتير، يعني هو بس تلميها كده. تمام. هي من العجائن اللي مش بتحتاج عجن كتير. في عجاين بتحب العجن الكتير زي الفطير المشلتت، زي مثلا القرص، زي اي حاجه تانية. في معجنات كتير بتحب العجن. دي مش بتحب العجن. هنا دوب كده هنلم العجينه كده كويس، ان تمسك نفسها معانا زي ما شايفين كده معانا. توصل معانا اللي هي بتلزق. سيبكم من صباعي الاولاني ده، ال3 صوابع الباقيين فيها تلزيقه كده بسيطه، بتلزق بس مش قوي، فاهميني؟ بس كده. وهنجيب كيس نظيف عادي، وراح نغطي بيه البوله بتاعت العجين، وهنسيبها تخمر. وقت ما تخمر معك ما تكتريش عليها يعني. هو احنا في الصيف الجو الحر ده بصراحة هي في الحال ما كملتش نص ساعة. بس لو تختلف معك الجو برد أو حاجة، تسيبيها لحد لما تخمر براحتها، وشغليها الفرن، تدفي لها الفرن كده وهي تخمر معك. ادي هنا الحشوة هنعملها ازاي. هنا عندي ربع كوباية سكر. لو حابة تزودي نسبة السكر ده يرجع ليكي، بس هي كده مظبوطة بالشعر. هنحط هنا معلقتين قرفة كبار عليهم، وهنقلبهم كويس في بعض. بس كده، ونسيبهم على جنب لحد ما الخميرة تخمر معانا. وهنا كانت الخميرة خمرت معانا وزي الفل، زي ما شايفين كده حجمها تضاعف وبقت معانا مية مية. هنهبط بقى كده العجينة، وهنزلها على شوية دقيق. أهم حاجة تخدميها الدقيق هنا عشان العجينة دي بتلزق جامد. بس كده. وهنجيب العجينة وهنكورها كده بالشكل ده، ونحط فوقيها دقيق وتحتيها دقيق، وأهم حاجة ترش كده دقيق كويس. تمام. بعد كده هنخليها تاخد شكل مربع أو شكل مستطيل.
عشان احنا مش عايزينها مدورة، مش تطلع معاكي متناسقة ومظبوطة. حاولي الاول تشكليها بايدك كده بحيث ان هي تاخد معاكي الشكل المربع زي ما شايفين معانا كده. اهم حاجة ان هي تبقى مربع معانا او مستطيلة، تخليها مستطيلة كده، ما تخليهاش مدورة خالص. بعد كده اي نوع مردانة عندك او نشابة تفردي بيها العجينة كده وتخليها سمكها رفيع خالص. ده هنوريك السمك هنوصل معاه لحد فين. تمام. كل شوية كده برضو نظبطها بحيث ان هي تبقى مستطيلة، ما تبقاش مدورة خالص معانا، احنا عايزين مستطيل عشان تطلع متناسقة معاكي. واهم حاجة برضو تنشبيها كويس بحيث ان هي تبقى كلها سوا واحد، متبقاش حتة رفيعة او حتة تخينة، لا ظبطي السوا بتاعها تطلع معاكي مظبوطة ان شاء الله. ركزي معايا في الخطوات عشان تطلع معاكي مظبوطة. بعد كده فردتها خلاص كده، كلها كانت اتفردت معانا وزي الفل اهو. شايفين السمك بتاعها رفيع ازاي؟ بصي كده، هو السمك بتاعها ده. عندي هنا زبدة بدرجة حرارة الغرفة، انا مسيباها ليها وقت يعني برا التلاجة كده في المطبخ. وزي ما شايفين الجو حر ما استحملتش يعني، في حاجة بسيطة كده كانت ساحت معانا وبقت زي الفل. هندهنها كويس، اهم حاجة تبطنيها كويس زبدة. هتقولي كمية كبيرة دي، لا هي اصلا انا حاطة كمية قليلة، خلي بالك المفروض نحط اكتر من كده شوية. دول 4 معالق زبدة، تمام، 4 مكعبات يعني. بس كده، وتدهنيها كلها زبدة بحيث ان هي تبقى كل مفيش حتة في العجينة مش واخدة زبدة. زي ما شايفة كده الشكل معانا. بس وهنجيب الحشوة بتاعتنا اللي هي السكر والقرفة، هنرش كده عليها كلها بحيث ان هي كل جنب فيه زبدة ياخد معانا الحشوة دي. نغطيها كلها، ما نخليش جنب كده مفيهوش. في ناس على فكرة بتحب تحط في الحشوة دي كاكاو خام. ممكن مثلا تحطي لو انت حابة لونها يكون اغمق من كده، او حابة تقللي نسبة القرفة مع نسبة السكر يعني. ده يرجع لذوقك برضو، لو حابة تحطي كاكاو خام مش هتفرق يعني. بعد كده بالراحة كده من الطرف تمسكي حاجة بسيطة حاجة بسيطة وتلف كده بيدك تلزي لز. فهماني؟ مش بتتعافي عليها، لا عايزة بالراحة كده وبالهداوة وتلزيها كده. وشايفين هنا الحتة دي ما كانش فيها دقيق من تحت فلسه جت معايا، فعادي نتعامل برضه نحط لها شوية دقيق وكانت معايا زي الفل. عملنا الرول كده، دهنا الصينية زبدة. بعتذر طبعا عن السلكة اللي باينة دي، انا ما كنتش واخدة بالي منها خالص. هنا هنقطعها ازاي؟ في ناس بتقطعها بالسكينة، بس افضل تقطيع تطلع معاكي مظبوطة وشكلها تحفة بأي فتلة. أي فتلة عندك، فتلة خيط الأسنان، أي فتلة عندك ما تكون نظيفة تشتغلي بيها. قطعنا بيها زي كده، تدخلي الفتلة من تحت العجينة. خلي بالك أنا بعمل الحركة دي في أوائل العجينة اللي هي مش متساوية، فاهماني؟ بعد كده العجينة المتساوية هنحطها زي ما هي. أدي شايفة كده الفتلة من تحت، ونقطع على طول. سريعة وسهلة، وبصي كده مظبوطة معانا ومش مش بتبهدل خالص. هنا علمت علامات بالسكينة بحيث ان تبقى كل قطعة قد اختها بالظبط. فادي هنا من تحت برضو بالفتلة، وهنعمل باقي الكمية برضو معانا نفس النظام. بصراحة اروع طريقة واروع عجينة ممكن تعمل بيها السينابون، استحالة استحالة مش تزبط معاك. قطعنا كمية السينابون كده، الرولات اللي احنا عملناها، وكل واحدة بينها وبين التانية مسافة بحيث ان هي عشان لسه هتخمر معانا كده قبل ما ندخلها الفرن، فمحتاجين مسافة كده عشان تبقى خمورها زايد وحلوة معانا. ادي قطعت الكمية اللي معانا زي ما شايفين كده، سهلة خالص. يا ريت تستخدمي فتلة، ما توقفيش يعني انت تقولي عايزة خيط اسنان، لا فتلة هتمشي معاكي زي الفل. في ناس تقول ايه فتلة يا جماعة؟ احنا هنا في الصعيد بنقول عليها فتلة، اللي هو الخيط، الخيط اللي هو بنخيط بيه. ادي السينابون كانت خمرت وزي الفل معانا كده برضه. سبتها ما خدتش حاجة بسيطة، ما خدتش ربع ساعة كده ولقيتها خمرت معانا بالشكل ده. دخلت الفرن خدت اللون من فوق كده، بسم الله ما شاء الله تحفة. بس انا هنا عملت غلطة. هتقولي لي ايه هي الغلطة؟ ان انا سبتها مكشوفة، يعني طلعتها من الفرن سبتها مكشوفة. المفروض انت تطلعيها من الفرن تغطيها بفوطة، تمام، عشان تطلع معاكي طرية وما تنشفش. هي نشفت مني من فوق حاجة بسيطة كده، بس في نفس الوقت برضه لسه قاعدة طرية، يعني لحقتها برضه، ما غلطة وما تكررهاش زي. تمام. هنطلع قطعة السينابون.
زي ما شايفين معانا كده أحلى قطعة سينابون مظبوطة هشة طرية ما فيهاش ولا غلطة، وأحلى من سينابون أصلي كمان. هتعمليها في البيت بطريقة بسيطة خالص. هنا كان عندي كيس كراميل اللي هو كان بيجي مع الكريم كراميل ده في العلبة، فاستخدمته. احنا هنا مش بنحب صوص الجبنة، بس على مرة كده هنعمله لكم تاني في وصفة تاني سهلة كده برضو بطريقة تاني للسينابون. وهنا حطينا صوص الكراميل، بس بصراحة أحلى صوص لايق على السينابون هو صوص الكراميل. احنا مش بنحب الصوصات اللي فيها جبنة كتير، فهنعمله لكم برضو على مرة. وادي الصوص زي ما شايفين كده، بصي بينزل في قلبي كده هو نازل، مش بينزل لا، حاجة تحفة جميلة، حاجة كده بسم الله ما شاء الله، روعة روعة روعة، وقمة في الجمال وقمة في الطعامة. تسلم ايدي، لا تسلم ايدي يا جماعة. متنسيش بس تقولي ايه رايكم فيها وجربوها، ومن غير ما تقلقي المقادير مظبوطة، هتجيني كبها لك تحت في الوصف بالطريقة المظبوطة هتطلع معاكي. شايفين جمالها، شايفين حلاوتها يا ناس، شايفين الجمال. بصي كده، شايفة بصي هتشوفي الطراوة كده من جوا قال ازاي. انا اصلا نسيت اني بصور وفضلت ناكل كده فيها، وما اني مش متعودة يعني. طعمة بشكل خرافي. شايفين الطراوة ازاي، شايفين العجينة طرية ازاي. بصوا كده، وما تنسوناش كده زي كل فيديو تدعموني بلايك وشير، وتعملون اشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش في القناة. لا خطيرة 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 بجد يعني فوق الوصف. لو حابين سلسلة فيديوهات زي كده معجنات، أنا هنعملكم بأمر الله، واستنوني في حلقات قوية خالص لدخول المدارس. هنعمل وصفات المدارس كلها، وإن شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد أحبائي في الله. ما تنسوناش في نهاية الفيديو تدعموني بلايك وشير، وتعملوا اشتراك في القناة لو لسه مشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد أحبائي في الله. نشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.